تخيل كده قائد عنده 28 سنة بس يقرر يغزو بلد بحجم قارة ويقطع آلاف الكيلومترات بجيش كامل، مش عشان أرض لكن عشان يفتح باب التاريخ، اللحظة اللي كانت بداية أسطورة نابليون الحقيقية لما قال سنذهب إلى مصر. بعد صعوده الكبير في تولون بقى نابليون نجم فرنسا العسكري، لكن فرنسا نفسها كانت متلخبطة، الثورة داخلة في صراعات، الاقتصاد منهار، والتحالفات الأوروبية بتضغط من كل اتجاه. نابليون كان شايف أبعد، كان شايف إن مستقبل فرنسا مش بس جوه أوروبا لكن كمان في الشرق. مصر وقتها كانت جزء من الدولة العثمانية، لكن موقعها كان مفتاح طرق التجارة، ولو فرنسا سيطرت عليها هتقدر تضرب بريطانيا في مقتل لأنها كانت معتمدة على طريق الهند. نابليون جهز جيش ضخم وأبحر بسرية شديدة لدرجة إن المخابرات البريطانية اكتشفت متأخر، وفي يوليو سنة 1798 وصل الإسكندرية. الهجوم كان سريع ومباغت، وفي معركة إمبابة قدام المماليك استخدم تكتيك اسمه تكتيك المربعات، وده اللي خلاه يحقق انتصار كبير جدا. ومن هنا بدأ يدور على هدف أكبر وهو السيطرة على الشرق بالكامل. لكن الصدمة كانت مستنياه، والأسطول البريطاني بقيادة نيلسون دمر الأسطول الفرنسي بالكامل. نابليون اتقطع عن فرنسا وبقى بدون إمدادات ولا رجوع ولا حتى دعم، وده قلب الحملة من مشروع إمبراطورية لمأزق تاريخي. ورغم كده نابليون ما استسلمش وبدأ يعيد تنظيم الجيش، وخرج على الشام عشان يوسع نفوذه. حاصر عكا لكن ما قدرش يفتحها بسبب مقاومة قوية ودعم بريطاني عثماني. الموقف بقى صعب والجيش بدأ يتعب، ونابليون فهم إنها مش هتبقى معركة الشرق اللي كان بيحلم بيها، وعشان كده قرر يرجع فرنسا في السر ويسيب الجيش وراه. رجع لباريس والبلد غرقانة في الفوضى، والقادة ضعاف والناس خايفة والسلطة كمان منهارة. ومن هنا عمل أهم خطوة في حياته، استلم الحكم وبقى القنصل الأول، وسنة 1804 أعلن نفسه إمبراطور فرنسا. الطفل اللي ما كانش له مكان في فرنسا بقى دلوقتي إمبراطور بيحكم واحد من أقوى جيوش العالم. انتظرونا في الجزء الثالث والأخير عشان نكمل قصة نابليون بونابرت.